بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب تالتة إعدادي، أخباركم إيه يا دكاترة؟ أخباركم إيه يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا في أفضل حال. معكم مستر محمد رضا، مدرس رياضيات من قناة اشرح لي رياضة. النهاردة بإذن الله مراجعة ليلة الامتحان هندسة. طبعا أنت عندك إن شاء الله امتحان الهندسة بكرة، فالنهاردة جايب لك امتحان جميل جدا إن شاء الله هيجي لك منه أسئلة كتيرة جدا في امتحانك بكرة. يا ريت بس تدعمنا باللايك الجميل بتاعك. أنا ما بقولش كده من فراغ، الأسئلة اللي موجودة هنا أسئلة منتشرة في جميع محافظات مصر. يلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وما تنساش اللايك الجميل بتاعك وتكتب لنا في التعليقات بتتابعنا من محافظة ايه. وتعالى كده نحل مع بعض السؤال الاول. السؤال الاول هنا بيقول لي اذا كان المستقيمان اللذان ميليهما كذا وكذا متعامدين. متعامدين نعملها ازاي؟ يعني هنمسك اي ميل فيهم نشقلبه ونعكس اشارته. ثبت ده زي ما هو، كاف على الستة بتساوي، شقلب ده واعكس اشارته هيبقى 3 على 2، ونعمل طرفين في وسطين. يبقى كده الكاف بقت بتساوي 6 في 3 على الاتنين، هيطلع الناتج بيساوي كام؟ بيساوي 9 سنتي. السؤال اللي بعده، البعد بين النقطتين دول، قانون البعد بين النقطتين اهو، مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. هقول 15 ناقص 9، 15 ناقص 6 انا اسف، وصفر ناقص صفر. هشوف ال 15 ناقص 6 اديني 9، 9 تربيع ب 81 جذرها 9. هيبقى البعد بين النقطتين هنا بيساوي كام؟ بيساوي 9 وحدات. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب ومعانا أضلاع ومش عارف إيه. طب ما تيجي نرسم المثلث أهو، قائم الزاوية في ب، ودي الألف ودي الجيم. معانا إيه؟ معانا الألف ب ب25 سنتي، ومعانا الألف ج اللي هو الوتر ب15. لا كده في حاجة غلط. قائم الزاوية في ج، أنا آسف. شوف أنا خدت بالي إزاي. قائم الزاوية في ج يبقى دي الجيم ودي الألف ودي الب. الألف ب اللي هو الوتر ب25، والألف ج ب15. فالمفروض نجيب الضلع اللي فاضل ده عشان نشوف هو طالب مني ايه. تعال نجيبه بقى. هقول له الب ج بتساوي الجذر التربيعي 25 تربيع ناقص 15 تربيع. ال 25 ب 625 ودي ب 225 يبقى 400. جذر ال 400 بيساوي كام؟ بيساوي 20. يبقى الضلع ده بيساوي 20 سم. هو طالب مني بقى مساحة سطح المثلث. ما مساحة سطح المثلث بتساوي ايه؟ مساحة المثلث بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع. يبقى نص في القاعدة ب20 والارتفاع ب15. هيطلع الناتج بيساوي 150 سنتيمتر مربع. الإجابة رقم إيه؟ رقم ج. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي إذا كان المستقيم ج د يوازي محور الصادات. طب ما هو بيوازي محور الصادات يبقى ميله غير معرف. ميله غير معرف، وغير معرف يعني الميل بيساوي 1 على الايه؟ على الصفر. طب ما هو مدينا اصلا المستقيم اهو، فانا هجيب الميل بتاعه واساويه بايه؟ بواحد على الصفر. يلا بينا. اقول له الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات ناقص وناقص. هنبدأ بالنقطة اللي فيها المجهول، يبقى 4 ناقص 7، وميم ناقص 5 يبقى ميم زائد 5. الأربعة ناقص 7 اللي فوق تديني -3، والميم زائد الخمسة تفضل زي ما هي. كل ده بيساوي 1 على الصفر عشان ده ميل غير ايه؟ معرف. ونعمل وسطين في طرفين. هيبقى ميم زائد الخمسة في 1 تنزل زي ما هي، وسالب 3 في صفر بصفر. هنودي الخمسة بعكس الإشارة، فتبقى الميم بتساوي -5، أو قيمة الميل هتبقى بكام؟ ب5. تعال نشوف السؤال اللي بعده. نمسح كده الحل ده. السؤال رقم 5 أو النقطة رقم 5 بيقول لي إذا كانت نقطة الأصل هي منتصف القطعة المستقيمة أ ب. السؤال ده مهم جدا قسما بالله. السؤال ده والله بيجي كتير جدا جدا جدا. ركز معايا. معانا هنا النقطة، معانا خط مستقيم على يمينه أ وعلى شماله ب، وفي النص هنا نقطة الأصل. ده معناه ايه؟ معناه ان الزوج المرتب اللي على اليمين هو نفس الزوج المرتب اللي على الشمال، بس في اختلاف الاشارات بس. يعني لو قلت لك ده ب5 وسالب 3 او سالب 2، الخمسة هتبقى سالب 5 والسالب 2 هتبقى -2. يعني بكتب نفس الرقمين بس بعكس الايه؟ الاشارات. فتبقى الاجابة عندنا هنا هتكون رقم د. طيب ظ س زائد 10 بتساوي جذر 3 حيث السين زاوية حادة.
هنمسك الآلة ونعمل على الآلة شيفت تان جذر 3 تطلع الزاوية ب60، يعني كل دول كده يبقوا ب60. س زائد العشرة بتساوي 60 درجة، وادي العشرة بعكس الإشارة فتطلع الس بتساوي 60 ناقص العشرة، يبقى الناتج النهائي بيساوي 50 درجة. تعال بقى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا اثبت أن المستقيم المر بالنقطتين دول يوازي المستقيم ده. طبعا عشان نثبت أن المستقيمين متوازيين هيجيب ميل الأول وميل التاني ويطلعوا بيساووا بعض. هقول له ميم واحد بتساوي، طبعا الميل الأولاني ده هيجيبه بقانون فرق الصادات على فرق السينات هيساوي شرطة كسر. هنطرح الصادات من بعضها، 3 من 4 وسالب 1 من 2. البسط هيديني سالب 1 والمقام هيديني سالب 3، يبقى الميل بكام؟ بتلت. طيب الميل بتاع المعادلة التانية عشان أجيبه هشتغل بالقانون ده اللي هو سالب معامل س على معامل ص. السين قدامها سالب 1 يبقى موجب 1، والصاد قدامها 3 يبقى الميل هنا بكام؟ بتلت. الميل هنا برضو بكام؟ بتلت. تمام كده. هقول له بما ان ميم واحد طلعت بتساوي ميم اتنين، يبقى كده اذا المستقيم الاول يوازي المستقيم الثاني وهو المطلوب اثباته. هنشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي بدون استخدام الآلة الحاسبة اثبت ان الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر. طب يلا بينا هنجيب الطرف الايمن، نقول له الطرف الايمن بيساوي جا 90، جا 90 بواحد. الطرف الايسر بيساوي جا 60، جا 60 بكام يا باشمهندس؟ جا 60 بجذر 3 على الاتنين مضروبة في جتا ال60 جتا ال30 برضو بجذر 3 على الاتنين، زائد جتا ال60 بكام؟ بنص، في جتا 30 بكام؟ برضو بنص. طب يلا نضرب جذر 3 في جذر 3 ب3 و2 في 2 ب4، 1 في 1 ب1 و2 في 2 ب4. لو خدنا مقام عشان المقامات شبه بعضها وجمعنا 3 زائد 1 هتدينا 4، 4 على 4 فيها الكام؟ فيها الواحد. يبقى كده فعلا إذا طرفان متساويان. هنشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول إذا كانت جتا ه بتساوي قيمة المقدار ده فعايزين نعرف زاوية ه هتبقى بكام. هنزل جتا ه زي ما هي بتساوي، طبعا جتا تربيع 45، هي جتا ال 45 بواحد على جذر الاتنين تربيع بقى، وزاد 30 بواحد على جذر الايه؟ جذر التلاتة. طبعا البسط ده هربعه فهيديني نص، والمقام هينزل زي ما هو، ممكن اعمله كده نص على العلى تبقى فيه ونشقلب اللي بعديه يبقى جذر 3 على الواحد. هنضرب دول في بعض يبقى الجتا ه بتساوي 1 في جذر 3 بجذر 3 و2 في 1 ب2، يبقى جتا مين اللي بتساوي جذر 3 على 2؟ جتا ال30. يبقى كده اذا قياس زاوية ه هتساوي 30 درجة. طب لو ما انتش عارفها هتمسك الآلة وتكتب على الآلة شيفت كوزاين جذر 3 على الاتنين، هتطلع لنا الزاوية بتساوي كام؟ 30 درجة. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي اثبت ان النقط دي هي رؤوس مثلث متساوي الساقين، فانا هجيب البعد ما بين كل نقطتين، هجيب الالف ب قانون البعد بين نقطتين، بنكتب فرق السينات زائد فرق الصادات طبعا تربيع، هنا س وده صاد وده س وده صاد، السين بسالب 3 مع التلاتة يبقى سالب 3 وتلاتة وصفر واربعة، صفر واربعة. الناتج دول هيدوني سالب 6 تربيعهم 36، ودول هيدوني سالب 4 تربيعهم 16، فلو جمعناهم هيدوني 52 وحدة طول. طيب بعد كده هجيب الب ج بقى، طلع التاني الب ج قانون برضو البعد بين نقطتين، مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات، ده س وده صاد. 3 مع الواحد هكتب هنا 3 وهنا 1، واربعة مع السالب 6 هنا 4 وسالب 6 تبقى موجب ايه بقى؟ موجب 6. 3 زائد 1 باتنين، 2 تربيعهم 4 ودول ب10 تربيعهم 100 هيدوني جذر 104 وحدة طول.
جبنا الألف ب وجبنا الب ج، فاضل لنا الألف ج، هو ده بقى اللي هيفصل ما بينهم. مربع فرق السينات زائد مربع فرق الايه الصادات. هنكتب الألف والجيم، هكتب -3 مع الواحد، -3 مع الواحد، والصفر مع -6، يبقى بقت موجب ايه 6. دول هيدوني -4 تربيعهم 16، ودول هيدوني 6 تربيعهم 36، يبقى مجموعهم 52 وحدة ايه؟ وحدة طول. زي ما انت شايف كده بقى عندنا هنا في ضلعين بيساوي بعض. هقول له بما ان الألف ب بتساوي الألف ج، يبقى كده إذا المثلث ألف ب ج متساوي الساقين. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال ده من الأسئلة المهمة جدا جدا جدا. بيقول لي أوجد معادلة الخط المستقيم الذي ميله بيساوي ميل المستقيم اللي قدامنا ده، ويقطع جزءا سالبا من محور الصادات مقداره 3 وحدات. بص يا باشمهندس، انت المستقيم ده ص ناقص 1 على س بتساوي تلت. المفروض نعمل طرفين في وسطين. في الآخر خالص هيطلع الميل بيساوي تلت، اللي هو أصلا موجود في الطرف التاني. طب تعالى أعملها لك برضو عشان نتأكد هيطلع بتلت ولا لأ. هنضرب طرفين في وسطين، 3 في ص ب3 ص، و3 في -1 بسالب 3، وواحد في س بس. عايز أجيب الصاد لوحدها في طرف، هنقل -3 هنا تبقى موجب 3، فهقول له 3 ص بتساوي س زائد 3. السين دي قدامها واحد ما تنساش، هنقسم هنا على 3 وهنا على 3 وهنا على 3، دول راحوا مع بعض، فتبقى الصاد بقت بتساوي تلت س زائد 1. المعادلة دي الميل فيها بيبقى معامل س، يعني الميل هو ده فعلا، احنا لسه مطلعينه بتلت، يبقى دايما الطرف التاني ده هيكون الميل. بس طبعا لازم تعمل كده في الامتحان، دي اسمها خطوات الايه الحل. كده بقى معانا الميل بتلت، ومعانا الجزء المقطوع من محور الصادات السالب بسالب 3، اوعى تنسى. دول كده انا هحطهم في المعادلة بتاعة الصاد بتساوي م س زائد الجيم. هنزل الصاد واشيل الميم واحط مكانها تلت س زائد الجيم، اشيلها واحط مكانها سالب ايه؟ -3، وتبقى دي كده المعادلة بتاعتنا. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده سؤال غريب شوية، ركز معايا. بيقول لي أ ب ج د شكل رباعي، حيث النقط أ بكذا وب وج ود معايا، اثبت إن الشكل ده شبه إيه؟ شبه منحرف. أنا لو رسمت شبه منحرف، وليكن ده شبه منحرف أهو، هنا الألف وهنا الب وهنا الجيم وهنا الدال. إيه هي خواص شبه منحرف؟ هلاقي في ضلعين فقط متوازيان، يعني الضلع ده هلاقيه بيوازي الضلع ده. يعني معنى كده إن أنا هجيب ميل ده وميل ده وميل ده وميل ده، هلاقي اتنين بيساووا بعض واتنين مختلفين. يبقى دي كده فكرة حل السؤال. يبقى أنا هقول له ميل، نسمي مثلا ميل الألف ب، خليها كده اهو، ميل الألف ب، ونعمل شرطة الكسر. الميل بيساوي فرق الصادات على فرق الايه؟ السينات. هنطرح 3 من 2، 3 من 2 و2 من 6، 3 ناقص الاتنين تديني 1، و2 ناقص الستة بسالب 4، فهيطلع الميل بسالب ربع. بعد كده هجيب ميل جبت الألف ب، هناخد الب ج. خلينا ماشيينهم بالترتيب. هقول 6، طبعا هنبدأ بالايه؟ بالصادات. فهنقول 2 ناقص 2 يبقى 2 زائد الاتنين، و6 وسالب 2 يبقى 6 موجب الاتنين برضو، تطلع ب4 على ال8، فلو اختصرناها تبقى فيها النص. بعد كده هجيب ميل الجيم د بقى، ناقص وناقص، ادي الجيم وادي الدال. هاخد الصاد من هنا -2 مع الواحد، -2 مع الواحد، وسالب 2 مع -2، يبقى -2 موجب 2. فالميل هنا هيطلع بكام؟ فوق بسالب 3، وتحت يا باشمهندس هيطلع بكام؟ هيطلع بصفر، يبقى ده غير معرف. بعد كده هجيب الميل بتاع الألف د. ادي الألف اهيت، هقول 3 مع الواحد، والاتنين مع السالب 2، يبقى الاتنين موجب الايه؟ الاتنين. تحت ب4، والبسط هيبقى ب2. لو اختصرناهم هيطلعوا بكام؟ هيطلعوا بنص. تمام كده. طب انا دلوقتي خدت بالي ان الميل بتاع المستقيم ده بيساوي ميل المستقيم ده. هقول له بما ان م ب ج بتساوي م أ د،
يبقى كده إذا المستقيم ب ج بيوازي المستقيم أ د، والمستقيمان التانيين هيبقى غير متعامدان، يبقى كده إذا الألف ب ج د شبه منحرف. شبه منحرف. دي كده فكرة حل الايه؟ السؤال ده. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال ده برضو فيه فكرة. بيقول لي هنا إذا كان الألف ب5 وسالب 6 والب ب3 و7 والجيم ب1 وسالب 3، أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة مين؟ بالنقطة ألف وبمنتصف الب ج. يبقى أنا دلوقتي عندي النقطة ألف موجودة في المسألة، إنما الب والجيم دول أنا مش محتاجهم، أنا محتاج المنتصف بتاعهم هنسميه ميم. المنتصف بتاعهم بنجمع السينات وناخد نصهم 3 زائد 1 4 نصهم 2 و7 ناقص 3 ب4 نصهم ب2 برضو. يبقى انا كده بقى معايا نقطتين اهو، محتاج اخد منهم نقطة هتبقى 2 و2 واجيب الميل. الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، سالب 6 و2 و5 و2 برضو، 5 و2 في البسط يبقوا سالب 8 والمقام 5 ناقص الاتنين بكام؟ ب3. يبقى ده كده الميل بتاعنا. هنعوض بقى في القانون بتاع ص ناقص وس ناقص بيساوي الميل اللي هو سالب 8 على الايه؟ على ال3. احط جنب الصاد 2 وجنب السين برضو 2 ونعمل طرفين في وسطين. هتبقى ص ناقص الاتنين تنضرب في 3 فتبقى 3 ص ناقص 6 بتساوي سالب 8 في س بسالب 8 س وسالب 8 في سالب 2 بموجب 16. عايز الصاد تبقى لوحدها في طرف، هودي السالب 6 دي هنا بعكس الإشارة تبقى موجب 6 واشيلها من هنا، فهيتبقى لنا 3 صاد بتساوي سالب 8 س زائد دول كده يدوني 22. هنقسم المسألة كلها على 3، دول هيروحوا مع بعض، يبقى كده إذا الصاد بقت بتساوي سالب 8 على 3 س زائد 22 على 3، ودي كده المعادلة بتاعتنا اللي احنا محتاجينها. تعال نشوف بقى آخر سؤال معانا في الامتحان ده. آخر سؤال معانا هنا بيقول لي إذا كانت السين صاد عين مثلث قائم الزاوية في صاد. طب تعالى نرسم المثلث القائم الزاوية في صاد. دي صاد ودي سين ودي عين ودي زاوية إيه؟ زاوية قايمة. السين صاد ب5 سنتي والسين عين ب13، وتعالى نجيب ده من فيثاغورس هتبقى صاد عين بتساوي جذر 13 تربيع ب169 ناقص 5 تربيع ب25 هيدوني 144 جذرهم كام؟ 12 سم. يبقى الضلع ده ب12. طالب مني جا س، هنعمل شرطة كسر كده مضروبة في شرطة كسر زائد شرطة كسر مضروبة في شرطة كسر. اجهز عشان اكتب على طول. طبعا الجا بتساوي المقابل على الوتر، انا واقف عند زاوية س، المقابل ب12 والوتر ب13. طيب جتا عين هنقف عند زاوية عين، الجتا بتساوي المجاور على الوتر يبقى 12 على 13 برضو. طيب بعد كده جتا س، نرجع تاني عند زاوية س، الجتا بتساوي المجاور على الوتر يبقى 5 على 13. طيب جا العين هنقف عند زاوية عين والجا بتساوي المقابل على الوتر يبقى برضو 5 على 13. هنضرب 12 في 12 ب144 و13 في 13 ب169 و5 في 5 ب25 و13 في 13 برضو ب169. المقامات شبه بعضها، هناخد مقام ونجمع البسط هيدوني برضو 169، يبقى الناتج النهائي هيساوي كام؟ هيساوي 1. وبكده نكون خلصنا الامتحان ده. يا رب اكون قدرت افيدكم وربنا يجعله دايما بالتوفيق ليكم، واشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.